بعد لما بندعي الدعوات الكتيرة دي بنشوف إن فعلا الدعوات بتتحقق، ولكن بنشوف إن في دعوات بتتحقق وفي دعوة معينة كده تحسيها بتقف، أو تحسي كده إن الدعوة دي بالذات مش بتتحقق، وبقالي سنين بدعي بيها والدعوة دي مستحيل تتحقق. ماذا لو ربنا ما استجابش دعائي؟ في ناس هتخلص رمضان وهي فرحانه، وفي ناس هتخلصه وهي لسه شايله نفس الوجع، نفس المشكله، نفس الدعاء اللي بقاله سنين بيتاجل. طب ماذا لو دعيت وبكيت واتحايلت ومفيش حاجه حصلت؟ هو ربنا ما سمعنيش ولا سمع واختار انه ما يستجبش؟ حلقه النهارده يمكن تكون اهدى حلقه في البرنامج، لكن ممكن تكون اعمقهم. اهلا بيكم، خلاص وصلنا لاخر حلقه في السلسله بتاعتنا اللي هي بعنوان خطوات. يا رب تكونوا استمتعتوا بالسلسلة، ويا رب تكون نورت كده عندكم حاجات حلوة، وربنا يكون فتح علينا كده جميعا في رمضان في العبادة والذكر إن شاء الله، ونكون جميعا من المقبولين. النهاردة هننهي السلسلة بتاعتنا في رمضان بموضوع مهم جدا، وهو كنت حابة أن نتكلم عنه كده في آخر حلقة، وهو موضوع خطير جدا، اللي هو ماذا لو الله عز وجل ما استجابش دعائي؟ هو ليه دايما احنا بنقول ان الدعاء هو العبادة؟ او هل هي فكرة ان احنا نطلب من ربنا هي دي العبادة؟ هو ليه ربنا قال ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي؟ يعني هو الدعاء هو العبادة؟ يعني ان انا اقعد اطلب من ربنا واقعد اقول له يا رب اعمل لي، يا رب سهل لي، يا رب ظبط لي، هي دي العبادة؟ اتوقع ان احنا كنا متخيلين ان العبادة كانت اعمق من كده، ولكن بعد البحث كده يعني وصلنا لمعنى حابة اشاركه مع حضراتكم، اللي هو سبحان الله، يعني الناس اللي بتحب الدعاء كده ومرتبطة مع ربنا وعندها كده حسن ظن في الله عز وجل، بعد لما بندعي الدعوات الكتيرة دي بنشوف إن فعلا الدعوات بتتحقق، ولكن بنشوف إن في دعوات بتتحقق وفي دعوة معينة كده تحسيها بتقف، أو تحسي كده إن الدعوة دي بالذات مش بتتحقق، وبقالي سنين بدعي بيها والدعوة دي مستحيل تتحقق. وكأن كده الشيطان سبحان الله بيقول لنا يعني دي اللقطة اللي الشيطان بيدخل لنا فيها، ودي اللقطة الخطيرة والأهم. احنا عارفين ان الشيطان صياد جدا وبيصطاد، لان احنا عارفين ان الشيطان بيكون عايز يشوفنا دايما ضعفة، فالشيطان كده بيجيلي في وقت شايفني فيه ضعيفة، او شايفني فيه متعلقة كده ونفسي اكون في حتة كده ربنا يستجيب لي فيها، والحاجة دي ما جاتش، فيقوم الشيطان داخل لي من اللقطة دي. يجي بقى الشيطان يقول لي شفتي بقى ربنا عمل ايه؟ شفتي قعدتي تدعي 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 وربنا ما جابلكيش الحاجة ازاي؟ على فكرة ما عنديش تدعي، هو اصلا الله عز وجل مش هيستجيب لك. هو ربنا على فكره استجاب للناس كلها الا انت، ربنا استجاب لكذا واستجاب لكذا، وادى اللي انت عايزاه ده لحد تاني وانت لا. على فكره ما تحاوليش، خلاص خلاص الامر ده بالنسبه لك منتهي. ويفضل الشيطان يوسوس وينسيك كل الدعوات اللي ربنا عز وجل استجاب لك ليها، ويعمل ايه؟ يزوم كده ويكبر على الدعوه اللي ما استجابتش كده، ويبتدي يشحنك كده، ويبتدي يحسسك بالخذلان وبالاحباط ونفقد المعنى، ونقول هو ليه ربنا عز وجل بيخلينا نقعد ندعي ونلح في الدعاء طالما هو مش هيستجيب؟ طالما وليه ربنا بيخلينا كده نقعد نتعلق ونتعشم وفي الاخير هو ربنا كاتب انه مش هيديها لي؟ وهو ليه ربنا بيعمل معايا كده؟ ونبتدي كده بدايه الزعل زي ما بيقولوا كده، ودي الحالات اللي احنا بنشوفها كتير جدا في العياده. تيجي تقول لي انا زعلانه من ربنا. فاكرين لما اتكلمنا وقلنا ان احنا المفروض كده مؤمنين ومؤمنين بالقدر خيره وشره، لكن احنا احيانا كده ساعات بنقول الكلام بشكل شخصي، لكن في العملي كده بتحس ان احنا مش موقنين بالكلام اللي احنا بنقوله فعلا. مش احنا قلنا ان احنا كمؤمنين عارفين ان الله عز وجل عارف مصلحتنا اكتر مننا، وان الله عز وجل كل تدبيره هو الخير، وان الخير اللي ربنا عايزه مش اللي انا عايزاه؟ طب ليه لما ده حصل فعلا اكتشفت ان انا مش مصدقه الكلام ده ولا حاجه، وان انا عاوزه اللي انا عاوزاه، بس مش عاوزه تدبيرك، لكن انا عاوزه اللي انا عاوزاه بعيني البسيطه وبفهمي المحدود. انا عاوزه اللي انا عاوزاه، بس مش عاوزه ارادتك يا رب، انا عاوزه اللي انا عايزاه. خدوا بالكم ان دي دخلت الشيطان، اللي الشيطان دخل خبطنا فيها في اكتر حته احنا بنكون ضعفة جدا فيها. الاقي نفسي ان انا لما افكر بالشكل ده ابتدي ازعل، ابطل ادعي، اقطع في الصلاه، ابتدي ابعد عن ربنا، وتبتدي بقى سلسله العبادات تبتدي تقطع فيها حته حته، واحنا كده زعلانين واخدين جنب وحاسين كده نقول احنا كده اللي زعلانين. وخدوا بالكم ان دي اكبر خطوه واخطر خطوه للشيطان، ان الشيطان بيجي يخبطك كده في حسن ظنك في الله عز وجل وفي التعلق بربنا عز وجل، وبيجي يخبطك في افكارك وفي ايمانك ان ربنا قادر وان ربنا مجيب وان ربنا بيقدر لك الخير، ويجي يقول لك خدي بالك انت عارفه ان ربنا مجيب وربنا عز وجل مجيب، ولكنه مش لازم يستجيب بالشكل اللي انا عايزاه. لكن الشيطان بيبقى عايزك تشوفي الشكل اللي انت عايزاه بالظبط، ويقول لك طالما ما جبتيهاش بالشكل اللي انت عايزاه بالظبط كده يبقى هي ما جاتش، عشان الشيطان عايز يكون فقرنا امام عيننا ونكون محبطين وحاسين باليأس طول الوقت.
طب نعمل ايه في الوضع ده؟ الحقيقه ان احنا محتاجين ناخد بالنا ان احنا احيانا بنتعامل مع الدعاء بعقليه الصفقه. يا رب انا هصوم وهصلي وهقوم الليل بس عايزاك تعمل لي اللي انا عاوزاه. طب لو ما جاتش اللي انا عاوزاه خلاص انا هوقف الكلام ده. خدوا بالكم من الشكل ده. والحقيقه ان ده معظمنا بيقع فيه. ليه بنقع فيه؟ لان الناس اللي اتربت كده زمان على ابوين بيشترطوا كده على بعضهم ان انت لو عملت كذا هعمل لك كذا، ولو عملت كذا هعمل لك كذا. الشخص ده بيكون شايف ان عدم تحقيق اللي انا عايزه ده معناه انه عدم تحقيق الاجابه او عدم الاستجابه. مين قال لي كده؟ ما يمكن ده يكون ان ممكن ربنا عز وجل بيعيد تشكيلك انت، والاستجابه غالبا ممكن تكون تغيير داخلي قبل ما بتكون تغيير خارجي. ممكن يعني احنا محتاجين ناخد بالنا ان اخطر فكره شيطانيه واخطر خطوه الشيطان بيعملها انه يخليك تسيب الدعاء، مش علشان هيضرك في الخطوه دي ولكنه عايز يقطع اخر خيط بينك وبين ربنا. بيجي يخبطك في العشم كده وفي الحب وفي التعلق بالله عز وجل وفي افكارك وبايمانك ان الله عز وجل قادر ومجيب الدعاء. يجي يقولك شفتي هو مجيب بس ما استجابلكيش. هو مش شرط سبحان الله يستجيب ليا ويجيبني بالطريقه اللي احنا عايزينها او بالطريقه اللي احنا مخططين ليها، لكن الشيطان بيكون عايزك تشوفي نفس الطريقه دي بالظبط ويقول لك طالما هي ما جاتش بالشكل ده بالظبط يبقى ما جاتش، علشان هو عايز يخلي فقرنا امام اعيننا طول الوقت ونكون محبطين طول الوقت. طب احنا المفروض نعمل ايه؟ الحقيقه ان احنا بنتعامل مع الدعاء احيانا بعقليه الصفقه. انا يا رب هصلي وهصوم وهتغير وانت تحل لي المشكله. فلما النتيجه ما تحصلش بنتكسر. مش بس الامل اللي بيتكسر ولكن اللي بيتكسر هو علاقتنا بربنا عز وجل. الانسان اللي اتربى على عدم الامان او على ابوين كده غير متوقعين بيحس بنفس الشعور لما دعائه بيتاخر، كانه كده جواه طفل بيقول هو انا مش مهم، هو فعلا ربنا عز وجل ما استجابش عشان انا ما استحقش. مين قال ان عدم تحقيق اللي انا عايزه معناه عدم الاستجابه؟ ما يمكن ربنا يكون حماني من حاجه او يكون بيعيد تشكيلك انت قبل ما يغير الظرف. او الاستجابه احيانا بتكون تغيير مش خارجي قد ما هي قوه داخليه او كشف حقيقه. احنا محتاجين ان ناخد بالنا ان اخطر فكره شيطانيه واخطر خطوه الشيطان بيعملها في اللحظه دي انه يخليك تسيب الدعاء. مش لانه هيضرك في الامر ده ولكن هو عايز يقطع العلاقه اللي بينك وبين ربنا. هو مش مهتم بالمشكله وبحل المشكله قد ما هو مهتم بالعلاقه اللي انت بنيتها طول الشهر بينك وبين ربنا عز وجل. هو عاوز يبوظ العلاقه دي. احنا بنبقى عايزين نبص على اللحظه وربنا شايف العمر كله. في حاجات فعلا لو جت في التوقيت ده ممكن تكون تكسرنا، واحيانا بيكون المنع هو ارق انواع الرحمه. سبحان الله. احنا كده عاوزين نقول في النهايه واحنا بنودع رمضان ان ممكن يكون دعائك ما تحققش بالشكل اللي انت عاوزه، لكن ممكن يكون اللي حصل جواك اهم بكتير من اللي ما حصلش براك. لو الدعاء اتاخر ده مش معناه انك مرفوض، وده مش معناه انك اترفضت، ده معناه ان لسه في قصه وان في تشكيل وان في اراده لله عز وجل، ولكن كن على يقين انها اراده الخير، وان الله عز وجل لا يرد يد رفعت اليه ابدا، وانما يعطي بحكمه ويمنع لحكمه ويؤجل لحكمه احنا لا نعلمها. يمكن اكبر استجابه انك خرجت من رمضان اقرب حتى لو لسه متألم. لو الحلقه لمست جواك حاجه اكتب لنا في التعليقات انك لسه بتدعي، وخليه عهد كده بينك وبين ربنا انك مش هتسيب الباب ده ابدا. ولو حسيت انك محتاج حد يمشي معاك في الرحله النفسيه دي ابعت لنا رساله على الصفحه.